السلام عليكم متتبعين، كي دايرين؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحاني؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وانتم في الصحه جيده ان شاء الله بحول الله. خلاتها البدويه يا متتبعين العزاز. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وانتم كتشاهدوا الفيديو اشتركوا في القناه وديروا لايك وخليو لي كومونتيرات فضلا ليس امرا. خليو شي تعليق زوين، وهانتم معايا تيسالي الفيديو ان شاء الله بحول الله. غادي نشاركو مع نشاركو بيناتنا الافكار وصافي. وبالنسبه للمبتدئات هما تبارك الله اللي كيعرفوا راهم كيعرفوا احسن منا منهم كنستافدوا. وهنايا غادي نشارك معكم، نبداو على بركه الله. عندي هنايا شلت واحد البصله كبيره، وهنايا غادي نضيف عليها التلموس درتو. ايوا يلا حطيتو تما وبقى ما رديتلوش البال. المهم علينا كيوقعوا الاغلاط. صافي انا من بعد ما شلت ديك البصيله مع الزيت شحرتها مع زويته، خليتها حتى طاحت، عاد ضفت عليها زويته. وهنايا ضفت واحد شلت واحد حكيت القرعه مع خيزو. صافي وهنايا غادي نشحرهم ان شاء الله بحول الله. وهنايا طحنت واحد الصدر ديال الدجاج هكا، كميه اللي غتكفيني. صافي وغادي طحنتو هكا في الهاشوار، هاشيتو في الهاشوار. كان عندكم صدر ديال الدجاج ولا كفته ولا صدر ديال بيبي ولا ما كاينش، ديروه غير بالخضار كتجي زوينه، حتى بالخضار كتجي لذيذه وكتجي زوينه. هاد الفطائر هادو كيجيو زوينين، ديك الحشوه كتجي لذيذه. صافي وهانتوما معنا تسالي الفيديو ان شاء الله بحول الله، ونستافدوا من بعضياتنا ما فيها باس. وبالنسبه خوتي هادشي اللي وقع في هاد اليوتيوب الله يحفظه صافي. ما ضربت فيكم معاييراتكم، كاين القضاء وكاين المخزن وكاين سيروا القانون. هانتوما دابا غادي تشردوا عائلات وغادي تخليو وليداتكم وغادي هادشي ما كيبشرش بالخير. هي خرجات ضربت فيكم معاييراتكم سباتكم، ولكن راه كاين القضاء. راه شحال من واحد كيطيح في هذا الموقف هذا وما كيديرش بحال هاد الاغلاط هادي. واخا كيسخن الراس وكيسخن الانسان كيتعصب وكيطلع له الدم، ولكن ما خصوش لا حول ولا قوه الا بالله. كتجي مع العائله الانسان يلتجه للقضاء، والقضاء كياخذ المجرى ديالو. كون مشيتو للقضاء وكان تعاقب على داكشي كله اللي قالت غادي تعاقب عليه، ولكن نتوما خديتو درتو شرع يديكم. ونتمنى يكون خير ان شاء الله بحول الله. وما نتمنوا ديك المراه مسكينه يشوف الله من حالها، قاعد الله وتادها الوليداتها راه محتاجين. اي والله يهدي ما خلق. لا حول ولا قوه الا بالله الإله العظيم. الله ينجينا من المضرقات الا بانوا. وبالنسبه لنا يا خوتي غادي ندوزو نديرو عطريه ان شاء الله بحول الله. عندي هنايا خرقوم وسكينجبير والبزار. وهنا عندي غادي ندير بالنسبه للثومه عندي هنايا البصله مطحونه غبره يابسه، وندير الملحه. المهم العطريه ديال الدجاج هي اللي غادي ندير. وغادي نجيب واحد رشيشه، واحد معلقه صغيره ديال الثومه مطحونه حتى هي يابسه. الثومه البصله غبره عفوا. درت الثومه ودابا غادي نضيف البصله. عندي متوفره درتها لان عندي البصله الاخرى واخا ما نديرش هذه عندي متوفره وزدت منها واحد شويه باش كتجي ديك الحشوه لذيذه وكتجي زوينه. وكيف ما كتشوفوا حتى انا راني طاحت في موقف بحال هذا السبان والمعيور، ولكن انا اتجهت للقضاء
ودابا حاليا راه مازال المسطره غادا، نتمنى يكون خير ان شاء الله بحول الله. الانسان ما يتسرعش، واخا الانسان كيطلع له الدم كيتعصب، الانسان فاش كيجي يطعنك في شرفك ولا كيضربك في شرفك راه فعلا كتقصحي، ولكن كاين القضاء الحمد لله. وان شاء الله فاش غادي تحكم القضيه غادي نقول لكم شنو كاين. دابا راه مازال، راه تقريبا دابا عام من شهر واحد من راس العام، ودابا راه مبقى والو، يلا هذا شهر 11، والله يصوب شي تصويبات الخير عندما كان. وبالنسبه لنا ندوزو للعجينه ان شاء الله بحول الله. هنايا درت الدقيق الفرس والفينو، ودرت معلقه صغيره ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الملحه مع مراش صافي، والماء بارد من الصنبور من الروبيني صافي. وانا غادي ندلك العجينه ديالي، غادي ندخل داك الطحين كامل وغادي نخليها شويه جاريه ونغطيها ترتاح، ومن بعد عاد نرجع لها. انا غادي نلويها كافة السلوفان صافي ونخليها ترتاح تاخد وقتها. بالنسبه للحشوه راها واجده. انا من بعد ما رتحت العجينه ديالي ورجعت لها، دابا غادي ندلكها. كندير رشيش هاد الماء وكندلك. انا راني خدمتها مزيان حتى ولات على شكل خيط، ولات جاريه صافي. انا من بعد ما ارتحت لي العجينه راني صوبت هذيك، صوبت قسمتها على جوج. صوبت الجزء الاول، هذا الجزء الثاني كنطلق هكا العجينه ديالي كامله على هذا الشكل هذا، كنطلقها رقيقه وكندهنها بالزبده والزيت مذوبين. الا كانت عندكم الزبده ديال التوريق احسن، انا كانت عندي غير الزبده الاخرى هي بها باش خدمت صافي. وكنطويها على هذا الشكل هذا. فعاود ما تصوبوا بحال دابا وحده بوحده كتاخذ لكم الوقت. هاد الطريقه هذه ما كتعيا وما والو، دغيا كتلقيها وكتقطعيها وتصوبيها ومن الاحسن وكيجيو زوينين. حتى بالنسبه للملاوي ديروا لهم هاد الطريقه هذه، كتجي هاد الطريقه زوينه وسهله صافي. هنايا غادي نبدا نعمرهم. شنو قريتو بعدا باش ديروا على هذا الشكل هذا صافي. وغادي ندير طرف على طرف صافي. هنا غادي نعمر الحشوه ديالي وكيجيو على هذا الشكل هذا. راني صوبتهم وتغدينا بهم، والله ما حسبتهم. دابا عاد غادي نحسبهم في المونتاج، ما عرفتش شحال درت. 4 6 8 10. غادي نجمعها هكا مزيان باش ما تخرجليش داك الحشوه. 2 3 4 5 6 كنهز هادوك الوالا اللي صوبتهم 14 حبه درت، هادوك اللي خليتهم حتى ارتاح، دوك هما اللي كنهز. مع الاخرين غادي نخليهم يرتاحوا حتى هما. هاد الطريقه ديال العجينه باش ما كتخرج لكمش الحشوه كتجي. نتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. في نفس الوقت كتجي مورقه. والله العظيم الا هاد الفطائر انا اللي كيعجبوني من احسن من ديك المرقه. بحال دابا في الدار، مول الدار والولد عندي كيبغيو، الوليد كيبغي هادشي ديال البيتزا والفطائر، ولكن مول الدار ما كيبغيش، خصو ديما. صافي انا غادي نستمر حتى نسالي. كتعرفوا الرجال كيبغيو هادشي ديال المرقه، خصهم يغمسوا. انا كنبغي هادشي ناشف هكا.
صافي انا من بعد ما ساليت شفتهم في داك درتهم في داك الصينيه ديال الفران، ودرت الزيتون، درت هكا الزيتون كحل من الفوق، بغيتو ديروه ما بغيتوش ما ديروش. هنايا درت بيضه كامله، ودرت قهوه سريعه الذوبان مع شويه د الحليب ومعلقه صغيره ديال سنيده. صافي خلطتهم وغادي ندهن بهم دوك المملحات ديالي، وان شاء الله بحول الله ندخلهم الفران. هنا زينتهم بديك ديك ديك سميتها ديال الخبز، دايره بحال الحبه السوداء. خليولي في الكومونطيرات سميتها، اللي عرف سميتها يكتبها لي في الكومونطيرات، كنسى سميتها. وصافي وهنايا دخلتهم على الفران، درجه حراره في الفران، شعلت الفران على 150 درجه حراره، الفران ديال الضو من التحت ومن الفوق. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا، كيجيو طايبين وكيجيو زوينين وهشاش ومقرمشين ومورقين. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تكملوا الفيديو التالي والبارطاج. لا جزاكم بخير، فضلا ليس امرا.